تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض حبة كبدة برده. بجد اتحدى اي حد بياكلها من بره يبقى بالجمال والطراوة والنظافة ده. بجد لازم تجربوا الطريقة دي. انا هنا هجيب ايه؟ فلفل رومي وفلفل سبايسي، وكان عندي فلفلاية حمرا كده حطيتها برضو في الكبة. خلاص يبقى فلفل رومي وفلفل سبايسي عادي. وهجيب ليمونة كده، بس ليمونة كبيرة كده، لو صغيرة يبقى ليمونتين. وتلات اربع معالق كده من الخل، وهاخد ايه؟ معلقتين كبار مليانين من التوم. ونضرب بقى كل الكلام ده. التوابل اللي بحطها ايه؟ ملح ورشة فلفل مش عايزة استغني عنها، ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة. يبقى المعالق ملح وكمون وكزبرة، انما الفلفل الاسود رشة مش عايزة استغني عنه. خلاص. ونضرب بقى كل الكلام ده في الكبة، ونكون محضرين نص كيلو من الكبدة. هنا الكبدة ما بتتغسلش، نركز مع بعض في التركية دي. الكبدة ما بتتغسلش يا جماعة. وننزل بقى عليها بالتتبيلة كده، نحط حبة محترمين. انا عايزة الكبدة كل حتة من الكبدة يبقى طايلها تتبيلة، ودي التتبيلة اللي فايدة هدخلها بقى التلاجة، هتنفعنا في حاجات كتيرة جدا. خلاص. هنجيب بقى ايه؟ انا هنا جبت حوالي كوبايتين من الردة. انا بحب احط على الردة معلقتين نشا ومعلقتين دقيق، بيخلوا بقى الكبدة كده فاتحة ومقرمشة وطعمها تحفة، وفي نفس الوقت طرية يعني. مش هتقرمش معانا زي البانيه، بس هتبقى خطيرة يعني. جربوا كده. الردة لوحدها ما بتبقاش حلوة، لكن حطوا معاها نشا ودقيق بتبقى فاتحة كده وبيبقى طعمها خطير. هننزلها كده في الردة ونتبلها حلو قوي كده، اكننا بنتبل بانيه. بصوا مفيش حتة مش هنخليها تطولها من الردة كده. هنعمل بقى كل الكمية كده. وانا يعني انا هخلص كل الكمية ونحمر مع بعض. انا هنا هحضر كده زيت، يعني مش ما يبقاش ولا كتير ولا قليل، زيت عادي اللي بنحمر فيه، ويبقى النار متوسطة. خلاص. ليه بقى؟ اول ما هنزل كده بالكبده، هي بصوا انا مش هقطع معاكم، يعني هي تركات الكبده في سويها على فكره. انها ما بتتغسلش والتتبيله بس. التركية المهم اللي ما تخليهاش تشد معاكي هو السوا. بصوا انا نزلت هنا بالكبده. خلاص. هسيبها دقيقتين، مش هقولك دقيقتين، يعني لونها بس يغير كده، تحسي انها قعدت شويه في الزيت. او بصوا انا هنا ما قطعتش ولا اي حاجه. خلاص. نزلت بالكميه المناسبه. هنا حسيت لا الطاسه اتملت قوي. خلاص هقلب بقى. بصوا هي ما بتاخدش، هي كده هي اسمها بتشم النار، يعني دايما يقولك ايه؟ الكبده يا دوبك تنزليها في الزيت كده وتقلبي على طول. بجد تاخدي تطعيمة كبدة ملهاش حل، وطرية وما بتشدش وخطيرة يعني. ما ينفعش نطول عليها في الزيت تماما. يعني انا نزلتها هنا دقيقة كده او دقيقتين وقلبتها، وبرضو على الناحية التانية دقيقة او دقيقتين وطلعيها. خلاص هتلاقيها بقى استوت معاكي، وعشرة على عشرة، ولا بتشد ولا طعمها يعني مش حلو كده، زي تحسي انك بتاكلي كاوتش. لا بصي طرية يعني. بصوا مش هتاكلوا متهيألي كبدة اطعم من دي ولا اطرى من دي. بجد جربوا طريقة التتبيلة مع السوا مع كل حاجة، هتدعولي عليها بجد. وسهلة وبسيطة، وبصوا يعني ملهاش علاقة خالص باللي بنجيبها من الشارع. جربوها بجد هتدعولي عليها.